صباح الصباح، رز بلبن طبخ. فرقنا على الجيران وجيران الجيران. ايه الصباح الحلو ده؟ صباح الخير عليكم، صباح الهنا والسرور. طيب جايه والله جايه. بطاطي بينادوا عليا اول ما بيسمعوا صوتي بيقولوا لي صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير عليكم. مش قلنا المقدمه بتاعتنا صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير وصباح الهنا والسرور. حطوا لنا اللايكات والاشتراكات والكومنتات. النهارده بقى ايه؟ قلت كده ابو يوسف قام راح السوق بدري، فبيني وبينكم اتكسفت كده لان انا تعبانه شويه، عندي برد جامد على صدري. كل ما اجي اقول الكلمه دي لازم اكح، مش عارفه ليه. المهم فقلت بقى ايه وهو في السوق كده اقوم كده ونخلي عندنا دم شويه ونقوم نعرف طيورنا قبل ما يجي، وندى ان شاء الله تروق البيت. فقلنا نصبح عليكم وانا بقطع رغيفين عيش كده للبط وايه وننزل طيورنا. يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. حطوا لنا اللايكات وادعموا قناتنا بالله عليكم كده، تحطوا اللايكات عشان الفيديو يتشاف، عشان بس نحقق الشروط بتاعتنا. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب العالمين. ويجي عليكم نادي وهادي. يلا مش صابرين على الاكل يعني. هنشوف في ميه ولا ايه. حط ده للبط الصغير، رد على عيش على علف. قلبهم كده للبط ونحطه له كده. قلبت العلف العيش بشويه ميه كده اهو، عشان الرده البط بيبعترها على الارض، انما مع ايه انسمها بشويه ميه كده مع العلف والعيش مش هيبعتروها. تشتوا كمان والله مش مأكلاكوا بالليل. ايش؟ طب هات حبه هنا، هات حبه هنا، حبه هنا. يلا هشيلها خالص بس يلا. تعالوا بقى هنا برضه متجمعين في طبق واحد. هات يا ادم العلف بتاع الحمام. قلت لها بس المكان اهو. فين البط اللي بتعض؟ فين البط اللي هي بتعض؟ فين البط اللي بتعض؟ يحط شويه اكل، يحط كمان اكل معاكم اكل الطيور. فاضي يا ادم بالجردل دي. زلهم يا بنتي، زلوا الفراخ فوق. حط يد شويه اكل يلا يا بس كفايه. قلب ماما هاني. استنوا سيبهم بقى، هم هياكلوا اللي بعتروه. سيبهم. بط عضتك كده ايه. حطيت لهم بقى علافة الطيور بتاعتنا كده وصبحنا عليهم. تعالوا بقى نشوف احنا هندخل بيتنا نعمل ايه. هو كمان حطينا اكل فوق وهو مش نازل. تعال بص على الشكل ده. يا خلاصي شفتي واكل اهو. طب دي ماتت ليه كده؟ حول الله يا ربي. ده لسه اتبسطت منهم او ان هم لموا هنا. والله زعلت كده. لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين واكل يعني مش نوع. ايه يا ماما؟ الكتكوت متيت ومسوحي. ادم بيتاثر بالحاجه الصغيره لما بتموت. في مكان واحد عشان ايه الدنيا عم تتعكعك كده وتبقى فينا تحت منها. حرام. حط لهم ميه كتير عشان خاطر برضه الرده حاميه عليهم. خلي بالك بالذات في الشتا ده لازم نكتر لهم ميه عشان الرده زي الصيف بالظبط.
برتقال. مش قال لنا اسعار على فكره ما يجي، مش مكتر من ده. حلو حلو بدل ما يجي يسمعنا يجي ورانا. وخيار، باذنجان، شوفان، برتقال وكلامنتينا وايه وشوفان. سمك كيس هيدا فيه سمك ما شاء الله تنظيف. هتنضفيه؟ وطماطم، خضرة محشي وليمون ما شاء الله. ولا يا يوسف مش جبتوا فول وطعمية يا ولد؟ جابوا يا شيخ. جابوا؟ مم. يا ند مم. جاب كزبرة اهو عشان هعمل بيصار. لا يا ماما مش لا احنا ما بنحبهاش. يلا بقى شيل الحاجة دي كده ولا استني نسويها سوا يا أبو يوسف. بتنجان. ماني فاكر. عارفة. ماشي يلا نشيل حاجتنا بقى. معانا جايب لنا برضو بسلة الكيس فيه 2 كيلو 25 2 كيلو 25 تمام. نجيب سمنة. هنعمل برضو أكلة نبدأ بقى نفرز في رمضان، وبرضو ناخد ايه أكل كده نعمل منها أكلة في الأسبوع ده. قلت بقى ايه، طبعا كلنا عارفين السمك بيتنضف ازاي. بنت ندى ضايقتني خلتني قطعت التصوير بتاع السمك وانا بنضف فيه. ما بعرفش اصور وانا متضايقه، مش عارفه اعمل ايه في العاده العسل دي. مش حاسه هدي الحنفيه كده تيجي كده اهو. شيل القشره السودا دي وبطن السمكه كده اهو اللي هي العرق ده. كل ما نضفت ده كده من الدم اللي فيه تاخدي سمكه ما فيهاش زفار. ودي هنا شايفين ده كده اللي هي ايه عند الراس كده. اي مكان فيه دم حاولي تنضفيه كويس وتاخدي سمكه كلها. شايفين السمكه حلوه وفله ازاي. بقى كده الدقه بتاعتنا تمام. كمون وكزبره والثوم والفلفل، فلفل شطه وفلفل بارد وملح تمام. هعصر بقى عليها ليمونه تمام معايا كده. الليمونه ده بقى ايه بتمزز معاكي طعم لحمه السمك تمام كده. اهو قلبتها كده معايا بقى السمك حطاه في الطبق كده. بصوا دي معموله. هجيب السمكه كده تمام وبحرف السكينه كده سكينه رفيعه واغزغز السمكه كده. ما اقطعش كده، عايزه تقطعي قطعي حلوه بس بحسها السمكه لحمتها بتنشف، انما كده لا كده بدنا اللحميه طريه. جربتها لقيتها جميله فحبيت ان انا اقول لكم على الفكره دي برضو حلوه كده. تنخيز كده بالايه تمام. وابدا بقى ايه احشي السمكه كده من قدام من الراس للاخر تمام. كل السمك بقى قطعته كده قصدي عملته بالسكينه كده، غزغزته كده بالسكينه دي تنظيف حلو. خلي العيال تتعلم كده والبناويت اللي في البيت شغلوا البناويت. بالمناسبه يا جماعه نصيحه كده على الماشي يعني، شربوا ولادكم ميه كتير في الشتاء عشان خاطر النبي. في اطفال ما بتشربش ميه او بتنسى تشرب ميه، لان طبعا الشتاء ايه منحتاجش ميه كتير في الشتاء، بس عشان خاطر النبي شربوا عيالكم ميه كتير.
تمام. لان يعني في ناس جيراننا هنا ابنهم تعبان، ربنا يشفيه حق جاه الحبيب يا رب، بسبب قله الميه. الكلى عنده تعبانه خالص، تعبانه خالص خالص خالص، فيها جفاف. وبعدين ربنا يا رب يشفيه يا رب، والنبي ادعوله. فانا حبيت بس ان انا ايه اتكلم معاكم واقول لكم الكلام ده. اهتموا بولادكم، كل شويه فكروهم يشربوا ميه طولة الشتاء. تمام. قله الميه بهدله للعيال الصغيره دي، لانهم مش زي الكبار، فاهمين ان الجسم محتاج ده ومحتاج ده. تمام. شايفين بقى كده السمك، هسيبه بقى ايه ساعه كده على ما ايه بقى شوف ورايا ايه. الرز اهو ما شاء الله بتشرب لسه ميته، نقلته كده على العين الصغيره وهديت عليه، وهبدا بقى ايه اعفر السمك بتاعنا بالدقيق كده وانزل بيه في الزيت ونقلي سمكنا، وان شاء الله كده ايه تبقى اكله حلوه، ربنا يختم لها بالخير كده، اللهم امين يا رب. حطيت الزيت يسخن اهو، والسمك كمان ايه بقلبه كده بعفره في الدقيق. تمام. حط دقيق في الطبق عشان احنا عارفين الدقيق الكيلو ب20 جنيه. تمام. حبه صغنطتين كده، وحاولي تسلكي نفسك بيه. الزيت كده سخن معايا، هفضل كده السمك كويس من الدقيق. طبعا الرز استوى معايا، وندى عملت السلطه. فايه بقى فاضل السمك، هو بحب السمك سخن. تمام. هو بحب ياكل السمك كده ايه سخن خالص. قلبنا السمك كده. الله. السمك ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. عسل 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 عسل. معلقه النشا اللي حطيتها على الدقيق بتخليه يشرب معاكي زيت وبيطلع مقرمش وزي الفل، زي بتاع المطاعم كده. هي السر بس في معلقه النشا اللي بتتحط عليه. والليمونه بقى اللي انا حطاها دي عشان ايه ريحه السمك والزفاره ما تتنشرش في البيت خالص. فاهمين؟ فاهمين طبعا. الكفتار يا ام ندى كل شويه فاهمين فاهمين. هي بتطلع كده يا جماعه، هي بتطلع كده، عدوها بقى، عدوها لنا كده، هي بتطلع كده. تمام. فاهمين كده كاني بكلم ندى بنتي. شايفين بقى السمك حاجه فله خالص اهي، وما شاء الله عليه. يعني بص كده خلاص قربت، خلاص السمك يطلع اهو. بصوا الزيت ده ماشي. كنت قاليه فيه بطاطس الصبح، اول حاجه استعملته قليت فيه بطاطس الصبح، فضيته في الطاسه دي انا عاملاها السمك ماشي. هاخد السمك اهو هطلعه في الطبق، وهاخد الزيت ده احطه على اكل البط بتاع البط. ليه؟ يعني عشان الاوميجا 3 اللي فيه. تمام. طبعا قلينا السمك نزل، يعني ما شاء الله الزيت ده كده محتوي على حاجات فيتامينات ومعادن حلوه خالص ماشي. ومن ناحيه تانية بيدي يخلي البط ياكل معاك ويبقى فعلا. يبقى احنا ايه قلينا الصبح في الزيت، وفرنا اهو. قلينا الصبح اول استخدام ان احنا قلينا بطاطس، وقلينا السمك فيه اهو، وخدنا الزيت حطيناه على علف الطيور. يبقى بنقتصد وبنوفر ولا لا؟ نرميش حاجه، اوعوا ترموا حاجه. كده بقى كان السمك قليته. تمام. هغرف بقى الرز والسلطه. هجيب الرز والسلطه كل اللي انا حطيته عليه ملح، اللي هو الملح المبهر ده، وعصرت عليه ليمون. تمام. ما حطيتش حاجه تانية غير كده. تمام.
اقتصدي ووفري في الظروف الصعبة اللي احنا فيها في كل حاجة. ما ترميش حاجة وما تستخسريش في حاجة. يعني شوية الزيت اللي فايضين عندك ممكن تعملي منهم صابون، والصابون اللي بيطلع منها والمعمول في البيت ده ما شاء الله بينضف المواعين، خصوصا الالومنيا بيخليك كده. مقصود الكلام يعني ليمونه زي كده ما رميهاش، لو عصرتيها على الصابون السائل بتاعك هيخلي المواعين ما شاء الله تلمع معاكي. اقتصدي ومشي بيتك على قد ما تقدري. الظروف صعبه، الله يكون في عون الله يكون في عوننا جميعا. تمام. هو الكلام اللي انا بقوله ده يعني يجي منه في الاقتصاد، ايه رايكم؟ تمام. وبكده بقى غدانا يبقى جاهز. هنقعد بقى نتغدى، وبعد ما نتغدى هنكمل الفيديو مع بعض ونشوف احنا الفيديو هيخلص معانا ازاي. ايه رايكم بقى في اكله السمك في ثواني اهو؟ رحنا السوق، شفتوا يومنا بدأ ازاي وما شاء الله. يعني ايه، حطوا لنا بقى لايكات، شجعونا كده. يلا يلا، انا شايفه حد ما حطش لايك اتفرج وطلع. حطوا لنا لايكات واشتراكات وكومنتات وفعلوا الجرس. انت بقى لا تطلعوا بقى. لا بقى كده نفرفط شويه البسله زي ما انا قلت لكم. تمام. هنطبخ منها، هنشيل منها طبخه للاسبوع ده يعني، والباقي بقى ايه افرزه رمضان. كل طيبين كل سوق كده اما تروحي تجيبي لك اكله للبيت واكله تانيه معاكي ايه لرمضان. انت كل بسلة بس يا دوم هتحسي ان انت ايه يعني وفرت على نفسك شويه. ارحمني يا رب. شفتي شلتي قد ايه في ايديكي؟ شو صغيرين عشان البسله بلدي ومسكره ما شاء الله، نازلين اكل فيه. والله العظيم انا عارفه اعمل في عيالي دول ايه يا يوسف. والله العظيم انت استعبطت. ندى في ايه؟ طلعنا فوق السطح بقى ايه في الشمس الحلوه اللي انتوا شايفينها كده. شفتي الحمام عامل ازاي؟ شايفه الحمام كده هو مبسوط في الشمسه. الجو دافي النهارده كده، فقلنا نطلع ايه نستغل الشمسه كده ونفرفط البسله واحنا قاعدين فوق السطح. فما شاء الله زي ما قلت لكم كده ايه استغل الوقت ده. رايحه السوق هتلقي كيس بسله كده وفرفطين رمضان. خلاص الايام قربت، فانت حاولي بقى ايه تقتصدي على نفسك كده وتوفري في الحاجه. هتلاقي نفسك خزنتي بسله. عايزه سبانخ، في سبانخ في السوق اليومين دول حلوه خالص برده ما شاء الله. يعني اللي انت شايفاه كده وبتحبيه برده الفاكهه في السوق حلوه ما شاء الله. يعني حاجه الخضار بتاعت الشتاء عامه بتبقى جميله وحلوه. ماشي. والشطره تدبر وتوفر في ظل الغلا اللي احنا فيه ده. الشطره تدبر وتوفر شويه بسله على حبه جزر على حبايه بطاطس، اكله وهتمشي اليوم. تمام. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. جبتي فرختين هتحاولي برضو تقسميهم. الجوانح العظمه اللي هي الرقبه دي مع حته كده مع حته كده برضو هتحطها في وسط البسله كده تزفر الاكل، تديله ريحه وتديله طعم كده وتغير منها، وفي نفس الوقت برضو ايه ما حرمتيش ولادك من حاجه. انا بعمل كده وبمشي بيتي كده. مفيش حد ولا هي بتبقى فل على طول ولا هي بتبقى برضو قحط على طول. واحده واحده وبنمشي بيتنا وما بنحرمش روحنا من حاجه. جبت كيلو لحمه بتشيلي منها حته على جنب على حته كده على حته كده، بتلاقي نفسك برضو وفرت. تمام. وبرضو الكفته بروح شايله 70 كده على 70 كده برضو بلم اكله. فاقتصدي يعني اسرقي كده من الاكل كده وانتي من طبخه اليوم هتلاقي نفسك طلعتي اكله تانيه. اتمنى يا رب الفيديو بتاعنا يكون خفيف على قلبكم النهارده، وشفتوا يوم عشناه النهارده من اول ما ابتدينا وصحينا الصبح لحد دلوقتي. حطوا لنا بقى لايكات واشتراكات، ويا ريت اهم حاجه اللايك عشان القناه الفيديو يترفع ويتشاف ونبدا ايه